كيفية إنشاء ولا صناعة حساب على بايبيت. بزاف فيكم راهم يرسلوا لي في الخاص ويطرحوا لي السؤال كيفاش ننشأ ولا نصنع كونت في بايبيت. دونك علاش بايبيت؟ ماشي شرط منصة بايبيت، سواء منصة بايبيت ولا منصة بيتجات، وليسونسيال أي منصة تدعم عملة تون. علاش عملة تون؟ لأنه كيما راني درت في الفيديو تاع التيك توك اللي فات، أنه لما يجي وقت سحب عملة تاع مستر كومبا، ممكن مستر كومبا يطلبوا منك حاجة يسموها غاز فيز. هذه هي بمعنى اقتطاعات، معناتها قبل ما تسحب لازم تخلص اقتطاعات عادك باش تقدر تسحب العملة تاعك. على بها لازم تكون ديجا شاحن المحفظة تاعك بعملة تون، لأنه لماذا تخلص الاقتطاعات بعملة تون ما تخلصهمش بالدولار. ومنصة بايبيت واحدة من المنصات اللي يدعموا عملة تون. دونك أول حاجة ديرها باش تنشأ ولا تصنع حساب على بايبيت هو الرابط اللي تلقاه في أسفل الفيديو وكليكي عليه، غادي يديك لهاد الصفحة هنايا. دونك الخطوة الثانية اللي لازم نديرها هي كليكي على هذا الخانة هنايا كليم ريورد، كليكي عليها بهذه الطريقة. هنايا كيما راك تشوف خرجت لك الطريقة هنايا بكل بساطة. هنايا تدخل الايميل تاعك، وانا يدخل كلمة المرور تاعك، ولا تقدر تسجل برقم الهاتف. تكليكي هنا تسجل بالايميل، هنا تسجل بالايميل، وهنا تسجل برقم الهاتف. يعني عندك طريقتين اختيارين باش تسجل الحساب تاعك. دونك على سبيل المثال انا غادي نختار بالايميل. دونك كما قلت لك كتب الايميل تاعك هنايا، كتب الايميل تاعك هنا، وكتب كلمة المرور تاعك هنايا. فيما يخص كلمة المرور كما راكم تشوف هنا لازم يكون فيها على الأقل 8 أرقام وحروف، معناتها ما لا تقل عن 8 أرقام ولا حروف. تكتب فيها حرف ماجيسكول، حرف مينيسكول، ورقم وعلامة خاصة على سبيل دياز، أروباس، إسونسيال حرف خاص. من تكتب الإيميل والمود باس تاعك كليكي على كرييت أكاونت. هنايا بكل بساطة هذه فيريفيكاسيون تاع اسكو انت بشري ولا يعني انسان ولا روبوت. فقط حول هذا المربع هذا حوله للمكان المناسب تاعه. بهذه الطريقة الفيريفيكاسيون تاعك كملت، وغادي الان يسيبوا لك كود في الايميل تاعك اللي سجلت به. معناتها بكل بساطة روح للايميل تاعك وكوبي الكود وعاود كتبه هنا بهذه الطريقة. هذه هي بهذه الطريقة رانا كملنا التسجيل تاعنا. الخطوة الثانية اللي لازم تديرها هي انك لازم تانستالي الابليكاسيون، لازم تانستالي الابليكاسيون تاعهم الموجودة على بلاي ستور ولا جوجل ستور. بكل بساطة كليكي على هذا الخانة get it on جوجل بلاي. من كليكو عليها غادي تدينا مباشرة الى البلاي ستور. نكليكو على install agree ونقرأ ابليكاسيون تتانستالا. نكليكو على open. وغادي يطلع لنا الابليكاسيون بهذه الطريقه. عندنا جوج تاع الاختيارات. عندنا الاختيار الاول اللي هو ساين اب للناس اللي راهم بيسجلوا عاد جديد، وعندنا الاختيار الثاني للناس اللي عندهم حساب ديجا في البايبيت. حنا ديجا راه سجلنا وراه عندنا حساب تاعنا اللي سجلنا به بالايميل والمود باس، معناتها حنايا نختاروا الخيار الثاني واللي هو هذا. وتطلع لنا هذا النافذه هنايا ولا هذه الصفحه. دونك هنا دخل الايميل تاعك وهنا دخل المود باس تاعك، ومن بعد كليكي على لوغين ناو. فوالا بهذه الطريقه رانا دخلنا للحساب تاعنا تاع بايبيت. الان تبقى لك خطوه اخيره وهي خطوه مهمه جدا، واللي هي الفيريفيكيشن ولا الفيريفيكاسيون تاع الحساب تاعك. لازم الحساب تاعك توثقه باه تطيق تستعمله يعني في جميع خصائص تاع الدفع والسحب والتحويل الى اخره. دونك بكل بساطه هنايا نكليكو على verify now.
هنا غيتخرج لك ان فيريفايد، معناتها الكونت تاعك مازال راه ما تفيريفاش. دونك بكل بساطه نكليكو تحت هنايا فيريفاي ناو. دوك هنا في هذا الخانه يطلب منك اولا تختار الكونتري تاعك. دونك هنا البلاد تاعك هنايا غادي يختارها اوتوماتيكمون. معناتها الا كنت في الجزائر يختار الجزائر مباشره، الا كنت في مصر، الا كنت في تونس، المغرب كيف ما يهمش. ليسونسيال هنايا تختار البلد تاعك اللي راك فيه. هنايا تحت، هنايا في الدوكيمون تايب، هنايا راه عندك شحال من الاختيار كيفاش توثق الحساب تاعك. تبغي توثقه اما باللاكارت ناسيونال ولا بطاقه التعريف الوطنيه، اما خيار تاني واللي هو جواز السفر الساري المفعول يعني ما يكونش مات، واما رخصه السياقه. وهذه الثالثه هذه يعني هذه ما تتحوش عليها، يعني انت عندك 3 اختيارات. عندك اما لاكارت ناسيونال، اما الباسبور، اما جواز السفر، ولا اما رخصه السياقه. دونك انت هنا اختار الحاجه اللي تساعدك. على سبيل المثال انايا غادي نختار بطاقه التعريف الوطنيه. دونك كيما راك تشوف هنا راهم دايرين لك ريكومانديد، معناتها راهم كيما يقول لك راهم ينصحوك انك تفيريفي بلاكارت ناسيونال تاعك. ايوا الاختيار يبقى لك حتى في الاخير. نختار هنايا، من بعد نكليكي على كونفيرم. دونك هنايا تختار الخيار الاول اللي هي مراكش مواطن امريكي، ومن بعد تكليكي على كونتينيو. تكليكي هنايا على كونتينيو. وهنايا كيما راكم تشوفوا هنايا الكاميرا تنتحل مباشره، وغادي يطلبوا منك اول حاجه تصور الجهه الخارجيه تاع لاكارت ناسيونال تاعك، ولا تاع الباسبور تاعك، ولا تاع رخصه السياقه تاعك. من بعد منين تكون في مكان واضح فيه الضوء، يعني تكون في يعني الصوره واضحه، من بعد تكليكي على هذا الخانه هنا باش تلتقط، على هذا البوطونه باش تلتقط الصوره. من بعد منين تكمل غادي يعاود يطلب منك دير يعني الخلفيه تاع البطاقه تاعك اللي راك تاكد بها الحساب تاعك، وعاود تاني صورها وكليكي لهنايا. دونك من بعد منين تكمل فقط غادي يطلب منك، اذا طلب منك خطوات فقط تتبع كما يقول لك. من بعد غادي هما يدرسوا الملف تاعك ويدرسوا الوثيقه تاعك اللي سيبتها لهم. من بعد يعني بعد عده ساعات او يوم او يومين، يعني ياخذ بعض الوقت. من بعد غادي تدخل الحساب تاعك، غادي تسيبه موثق مباشره، ولا غادي يبعثوا لك ايميل يقول لك اسكو قبلنا الوثيقه تاعك ولا ما قبلوهاش. في حاله القبول سيبون، معناتها راك صنعت الحساب تاعك ووثقته 100%. في حاله عدم القبول عاود صور الوثائق تاعك اللي راك تاكد بها الحساب تاعك، وعاود بعثت لهم. وبهذه الطريقه وبهذه البساطه نكونوا كملنا طريقه صحيحه لانشاء حساب بايبيت. اذا عندك اي اسئله ولا خليها لي تحت في الكومنتار، ولا تقدر تراسلني على التيك توك في الحساب تاعي.